خد بالك ان مشكلة اصابة الرباط الصليبي مش بالضرورة تحصل بسبب التحام او بسبب خبطة، لكن ممكن وارد جدا بسبب قرار متأخر. احنا اتفقنا ان الاي سي ال بيرسل للمخ معلومات واشارات عصبية، والمخ بدوره بيقوم بترجمة هذه إشارات إلى قرار حركي إلى الركبة. أي خلل في هذه المنظومة اللي بتحصل بالمناسبة في أقل من جزء من الثانية بيؤدي في النهاية إلى الإصابة. طيب إزاي الإصابة أصلا بتحصل؟ الإصابة عند معظم الناس بتحصل بسبب حاجة من ثلاثة: إما تغيير اتجاه الحركة بشكل سريع ومفاجئ، أو بسبب هبوط خاطئ بعد القفز، أو بسبب تحميل زيادة على الركبة والركبة مش جاهزة. وهنا أنا مش بتكلم عن إن العضلات ضعيفة، هنا بتكلم عن ان المخ اتاخر في استقبال او ارسال المعلومات، او اختار حركه خاطئه كرد فعل غير مكافئه للفعل الحاصل على الجسم. هنا ده يخلينا نفهم ان الاصابه مش هي اللي بتحصل الاول، الجسم بيغلط الاول وبعدين الاصابه بتحصل. وفي الحقيقه ده يوصلنا لنقطتين مهمين جدا في موضوع الرباط الصليبي الامامي: ان ازاي الاصابه بتحصل من غير التحام ومن غير خبطه، وان ازاي لعيبه كبار وعضلاتهم قويه جدا ومع ذلك بيتصابوا. العلاج الطبيعي هنا مش دوره بس يعالج المشكلة، دوره كمان يشوف سبب المشكلة، وهي اللحظة اللي قبل الإصابة مباشرة. لازم نعمل تحليل وتفسير كامل إزاي الإصابة حصلت، عشان نشتغل على سرعة رد الفعل وعلى التوازن وعلى التحكم تحت ضغط، كل ده بالتوازي مع المشكلة نفسها وهي الإصابة. الرباط الصليبي مش بيتقطع فجأة، الرباط الصليبي بيتساب وحده في توقيت خاطئ وبيتاخد قرار خاطئ بيؤدي في النهاية للإصابة. معنى كلامي ده ان في حاجة تانية ورا الرباط الصليبي المفروض تشتغل وما اشتغلتش، ورباط الصليبي قام بدورها، وده اللي احنا هنعرفه في الفيديو اللي جاي ان شاء الله.